في مسائل عجيبة في الطموح، وهي يعني ايه الواحد عايز يبقى ايه؟ الانسان الروحي يحب يتفوق، الانسان العالمي يحب يبقى الاول. تقول لي وعيب ان الواحد يبقى الاول؟ اقول لك مش عيب، لكن جايز تكون فيها خطية. ايه هي؟ في التفوق عايز انك انت توصل الى اعلى مستوى بدون ما تخلي غيرك وراك. لكن اللي عايز يدور انه يبقى الاول بينافس ناس لازم يبقوا وراه وهو يسبقهم، وهنا يلاقي نفسه بدأ يتعب. حصلت الحكاية دي مرة، موجودة في سفر العدد إصحاح 11. لما موسى النبي ربنا قال له هات 70 شيخ وأنا أضع من الروح الذي عليهم ويساعدوك. بعد كده لقوا 2 بيتنبأوا، فتعب يشوع بن نون، ازاي دول بيتنبأوا النبوة تكون لموسى لوحده؟ فانتهرهم. فموسى بص له كده وقال له هل تغار من أجل يا يشوع؟ يا ليت إن جميع شعب الله يتنبؤون إذا حل الروح عليهم. يا ريت شعب الله كلهم يتنبؤوا ويبقوا أنبياء. هنا الذات مش موجودة. في شخص عايز لما يبقى عنده طموح مش بس يتفوق على غيره، ومش بس يكون الأول، لا، يكون الوحيد. أهو ده اللي بيتعب. ولذلك في ناس من اللي عندهم طموح يحبوا يشيلوا الآخرين من سكتهم لكي يبقى الشخص منهم وحده هو المميز وحده في كل شيء. هنا الطموح انحرف وتحول إلى محبة للذات. الإنسان بيحب ذاته ويحب يبقى هو الوحيد. الإنسان الروحي يحب يبقى كويس ويحب إن جميع الناس يبقوا كويسين، وإن وجد واحد بيزيد عليه يبقى فرحان، يبقى فرحان، لأنه الطموح اللي عنده بعيد عن الأنانية.